هو ايه المطلوب من الاهلي امام الترجي في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا؟ ما تيجي نشوف، يلا بينا. يلا بينا. 3 حالات هتكلم عليهم قبل مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وباذن الله تمنياتنا بالفوز للنادي الاهلي. هتكلم على النقطة الاولى وهي لقطة من مباراة النادي الترجي ونادي سان داونز على ارض ملعب سان داونز. هنشوف هنا ان كاردوزو مدرب الترجي عامل انكماش دفاعي، بالذات اول ما اللاعب وليكن محمد عبد المنعم بيستلم الكورة هو عامل انكماش دفاعي. وليه الانكماش الدفاعي ده؟ لان سان داونز عموما بيهاجم من قدام الاهلي. الشكل ده كده هيتغير، هو بيرجع للخلف قوي، بيكون كلهم تحت الكوره، بس قدام الاهلي هيتغير ليه وازاي؟ ده اللي انا هقول لكم عليه. هيتغير عشان كولر دايما بيفتح عرض الملعب بتاو هناك، وبيفتح عرض الملعب بكريم فؤاد او حسين الشحات على الجبهه اليسرى. فالشكل ده كده هيتغير، بمعنى اصح ان انت ممكن تلاقي ان الظاهرين بتوع الترجي بيفتحوا عرض الملعب وبينزل واحد من خط الوسط اللي هو اهولو مثلا، بيرجع في عمق الدفاع عشان يقفل المنطقه دي ويلعبوا ب5 في الدفاع. وبالذات لما انت تكون على الاطراف فهيفضي مساحات في العمق، وده اللي كولر بيلعب عليه. بس انا بقول لك ان هم هيقفلوا المنطقه دي. فالحل الوحيد في رجوع واحد من خط الوسط ان حسين الشحات هيبتدي يجمع اللعبه عنده. واللعبه دي اتكررت في الاهلي من بعد مباراه مازيمبي اكتر من مره، وجي منها هدف عمر كمال عبد الواحد. وانا عايز اقول لك برضو ان تسدد منها تسديدات كتير، بس انا خلينا في المباراه بتاعه الترجي، وهقول لك ان هيجمع اللعب عند حسين الشحات وكريم فؤاد مثلا، ويطلع لامام عاشور، وامام عاشور يسدد من على المنطقه، لان هيكون هم راجعين للخلف قوي لحد ال6 ياردة وانت بتهاجمه، لان هيكونوا خايفين من الرفعات. فانت في الحاله دي ترجعها لامام عاشور عشان يسدد، او اي حد جاي من على منطقه الجزاء. وانا بقول لك ان امام وارد جدا ان هو يتمسك، لان مدرب الترجي عارف ان مفتاح لعبك الاساسي هو امام عاشور. فعشان كده ان كريم فؤاد وارد تلاقيه داخل العمق وامام عاشور يطلع لبره الملعب على الخط، وارد تلاقي حسين الشحات هو اللي بيدخل العمق عشان يسدد. دي نقطه اولى. تعال نشوف الصوره الثانيه. الصوره الثانيه هنا هي ضربه ركنيه. انا عايز اقول لك ان الترجي في المباراه دي ممكن يعمل الشكل ده قدام الاهلي وممكن لا، بس انا بقول لك حاجات بسيطه الترجي بيعملها بالذات في الضربات الركنيه، ان هو بيقف على ال6 ياردة وبيسيب المنطقه اللي قدامه كلها فاضيه، مع العلم ان طبعا عندهم اطوال كبيره جدا في وقت الضربه الركنيه بيتحركوا يقدروا يطلعوها. في حلين قدامك، ان انت ممكن تلعبها مثلا وليكن حسين الشحات واقف مكان اللاعب الاصفر ويبتدي هو يدخل العمق ويرفعها، وانا هوريك صوره بعدها بتشرح الكلام ده. وفي حل تاني ان انت ممكن تلعبها مباشرة على حدود منطقة الجزاء عشان امام او اي حد واقف هنا او اكرم او مروان عطية يسدد. وانا شايف ان ده حل من الحلول. بس الصورة الثالثة هنا بتبين لك ان انت لو لعبتها لحسين الشحات وحسين الشحات قدر يعدي من اللعيب اللي قدامه، وطبعا حسين الشحات مميز في الحتة دي، ويلعبها عرضية على المنطقة العامية هناك، هيتسبب مشاكل كبيرة جدا لنادي الترجي. وبالذات لو محمد هاني او بيرسي تاو او واحد من مركز 8 قدر يستغل المنطقة اللي هناك دي، لان هي دي المنطقة العامية بتاعتهم، اللي طبعا انا بشوفها نقطة ضعف عند اي فريق، بس هي نقطة ضعف برضو عند فريق الترجي، وهتمنع ان الاطوال بتاعتهم توجا او مرياح يقدروا يطلعوا ياخدوا الكورة، زي ما احنا عارفين ان هم مميزين جدا في الاطوال. حاجات بسيطة انا شرحتها لحضراتكم، ما تنساش اللايك والمتابعة، وبشكركم.